في إطار الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها، وبتاريخ 1 أكتوبر 2025 تجمهر مجموعة من الأشخاص من مختلف الأعمار بمركز مدينة القليعة. بداية هذا التجمهر عرف مجموعة من التجاوزات والانفلاتات الغير قانونية من طرف المتجمهرين الذين كانوا أغلبهم من القاصرين المدججين بالأسلحة البيضاء والعصي الخشبية والحجارة، حيث عمدوا إلى إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة للساكنة وكذا حافلة لنقل المسافرين، كما ألحقوا الخسائر بواجهة مجموعة من المحلات التجارية بالشارع العام، وقاموا بقطع الطريق العمومي في وجه مستعمليه بواسطة حاويات النفايات. بعد ذلك تعالت النداءات وسطهم بضرورة التوجه نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث كان عددهم أكثر من 200 شخص. وفي إطار المحافظة على الأمن والنظام العامين تم تشكيل نظام للحماية بالمركز وجنباته نظرا لتوفر المركز على مستودع الأسلحة والذخيرة الحية على أنواعها. هذا وقام المتجمهرون بإضرام النيران بمكتب نائب قائد المركز عبر نافذته الخلفية والباب الرئيسي للمركز، حيث تم استعمال وسائل إطفاء الحريق في مناسبتين، إلا أن المتجمهرين عاودوا إضرام النار بالرغم من إطفائها، وهو ما نتج عنه تعرض المركز لخسائر مادية جسيمة جراء تعرض مجموعة من المعدات للإتلاف، من ضمنها كاميرا المراقبة المثبتة ببوابة المركز، فيما تعرض الباب الرئيسي للتخريب وتجهيزات أخرى لم يتم جردها نظرا للحالة التي أصبح عليها المركز آنذاك. وعمل عناصر المركز المذكور على إطلاق خرطوشات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين عن المركز، غير أن ذلك لم يجدي معهم نفعا، وقد اشتد الوضع بعدما صعد المتجمهرون هجومهم على المركز ليتمكنوا من نزع الباب الخاص بالمرآب من مكانه بالقوة، وقاموا بإخراج السيارة رباعية الدفع التابعة للمركز واستحوذوا على 5 دراجات نارية ذات محرك. بعدها قاموا بإضرام النار فيها وسط الطريق العمومي، وقاموا بتطويق المركز من جميع الجهات، وأصيب 8 عناصر من الدرك الملكي، 3 منهم أصيبوا بجروح بليغة و5 عناصر بجروح خفيفة. وأمام الخطر الذي أصبح محدقا بالمركز والعناصر المرابطة به، تم إطلاق عدة طلقات تحذيرية نحو السماء، وهو الأمر الذي لم يجد نفعا أمام هيجان المتجمهرين. وتعالت كذلك أصوات زوجات عناصر الدرك الملكي المتواجدين بالسكن الوظيفي للدرك الملكي بالقليعة، اللواتي كن يصرخن بأنهن تعرضن للهجوم من طرف المتجمهرين، زيادة على تكسير سيارتين مدنيتين تابعتين لعناصر من نفس المركز، مما يبرر أن المتجمهرين كانوا منظمين في تدخلاتهم وعازمين على مهاجمة المركز. وعقب محاولة هؤلاء الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية، اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استخدام أسلحتهم الوظيفية وفقا للضوابط القانونية الجاري بها العمل لمنعهم من ذلك ودفاعا عن النفس ولتجنب المساس بالأمن والنظام العامين والحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وقد نتج عن هذا التدخل الأمني مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح. وفي هذا الصدد عملت هذه النيابة العامة على فتح بحث قضائي بشأن الأفعال الجرمية ومن أجل الكشف عن ظروفها وملابستها وإيقاف المتورطين في اقترافها، وسوف يتم ترتيب الآثار القانونية الواجبة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج البحث. وأعرض على سيادتكم شريط فيديو يوضح
مجريات الأحداث التي تم استعراضها عليكم، والتي توضح خطورة وجسامة الأفعال والاعتداءات المرتكبة من طرف المعنيين بالأمر. الفيديو الذي تم عرضه عليكم يتضمن الصور الحقيقية للمتجمهرين الذين حاولوا اقتحام مركز الدرك الملكي بالقليعة، والذين كان عددهم يتجاوز 200 شخص ويستعملون الأسلحة، وكما ترون على الشاشة يعملون على إيقاد النار في جنبات المركز ويحاولون اقتحامه من أجل الدخول إليه والاستيلاء على ما يتواجد داخله من معدات وآليات، ومنها الأسلحة النارية التي تتواجد داخل المركز. في هذه الأثناء تم اقتحام المركز وتم فتح بابه بالقوة، وعمل المتظاهرون والمحتجون على الدخول لداخل المركز. وفي هذه الأثناء سيعمل المتجمهرون الذين دخلوا المركز من إيقاد النار بالمكتب نائب رئيس المركز الذي تم إحراقه بكامله. العناصر الأمنية المتواجدة داخل المركز أو المرابطة داخل المركز يستعملون أسلحتهم المطاطية من أجل الدفاع عن أنفسهم، لأنهم أصبحوا محاصرين داخل المركز. الفيديو معبر عن حجم الأضرار، حجم خطورة الأفعال الجسيمة التي قام بها المحتجون الذين عملوا على إيقاد النار، وكذلك محاولة الدخول للمركز والاستيلاء على البوابة الخاصة بالمركز ورميها بالشارع العام. في هذه الأثناء حضرت التعزيزات الأمنية وحضر رجال الوقاية المدنية من أجل نقل أحد الأشخاص الذي تم إصابته
بجروح، إلا أنه المحتجين عملوا على الوقوف أمام السيارة وعملوا كذلك على منعها من نقل هذا المصاب. حضرات السيدات والسادة الأفاضل، إن النيابة العامة وانطلاقا من جسامة وخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف الأشخاص الذين حاولوا اقتحام المركز، والذين كذلك حاولوا الاستيلاء على الأعيرة والذخيرة النارية والأسلحة المتواجدة بالمركز، والاعتداء على العناصر الأمنية الذين تضرروا وأصيبوا بجروح بليغة، الذين نقلوا للمستشفى من أجل تلقي العلاج وأنهم ما زالوا في إطار الاستشفاء. فإن هذه النيابة العامة هي حريصة على حماية الحقوق والحريات، وكذلك حريصة على ممارسة الأشخاص لحرياتهم في إطار الضوابط القانونية، فإنها ستظل كذلك حريصة على التصدي بكل حزم لكل خرق للقانون ولكل مس بحريات وحقوق المواطنين إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة، فهذا أكبر دعم لنا، وفعلوا الجرس كذلك لكي يصلكم كل جديد. نريد معرفة رأيكم في التعليقات، وشكرا.